معادلة صعبة قوي انك بتفكري ازاي تستغلي وقتك في رمضان وانتي اصلا بتضيعي وقتك بايديكي. بمجرد انك بعدتي بس عن الحاجات دي هتلاقي عندك عدد ساعات كتير جدا في رمضان، وهتلاقي عندك وقت حتى لو انتي واحدة بتشتغلي. طب لو انا يا سهى بشتغل او بدرس، ايه اللي المفروض اعمله عشان انظم الوقت بتاعي؟ الحل الوحيد في ايدك دلوقتي انك تبدأي من النهاردة ما تخليش عندك اي شغل متأجل لرمضان. يعني لازم تكوني مخلصة اي تأجيلات او اي تراكمات. بالعكس، ده انا انجز اكبر مهام شغل قبل رمضان، اخفف عني الشغل في رمضان. لما هاجي في رمضان ابدأ شغل او ابدأ دراسة، هبدأ كده خفيف خفيف، يعني هاخد نفسي بالتدريج، او على الاقل اول اسبوع لحد بس ما اكون اتأقلمت مع الصيام وجسمي كمان اتأقلم مع مواعيد النوم الجديدة، وابدأ بعد كده ازود شغلي واحدة واحدة بالتدريج. ده النظام ده انا شخصيا بمشي بيه. كل ده بقى هيحصل لو مسكت ورقة وقلم كل يوم قبل النوم وكتبت المهام اللي عليا او المفروض ان انا اعملها بكرة، ده كمان بمواعيدها، حتى مواعيد الشغل بتاعي. مش شرط شغلك اللي هو بره بس، لا، ده شغل البيت كمان هو شغل.